عمرك سولتي راسك كيفاش كيتقادوا هاد الدويات وشنو هما المكونات ديالهم وعلاش كاين دواء غالي ودواء اللي رخيص؟ الا كنتي من الناس اللي كيفكروا في هاد النوع ديال الاسئله ومهتمين بالمجال ديال الصحه، فتخصص الصيدله هو المسار اللي غادي يفتح لك افاق كبيره، خصوصا الا قريتيه في الصيف. تخصص لا فارماسي ماشي غير كيعلموك كيفاش تبيع دواء الناس في الصيدليه، لكن كتقرا على الفارماكولوجي او علم الادويه باش تفهم كيفاش الدواء كيأثر على الجسم، زائد كتقرا على الكيمياء الطبيه او ميديسينال كيمستري باش تعرف كيفاش المركبات الكيميائيه كيتصابوا وكيوليو دوايات. وفوق من هادشي كتقرا على تراديشنال تشاينيز ميديسين او الطب الصيني التقليدي اللي كيعطيك بعد ثقافي وعلمي اللي مختلف. من بعد السنوات الاولى كتقدر تختار التخصص في المجال اللي كيعجبك، بحال الصيدله السريريه او كلينيكال فارماسي فين كتقدر تخدم مع الاطباء وكتعاون في اختيار الادويه المناسبه. وكاين حتى تخصص تصنيع الادويه او لا فارماسيتيكال مانيفاكتورين اللي كيركز على كيفيه انتاج الادويه في المعامل من A حتى Z. مجال الفارماسي او تخصص الصيدله كيركز بزاف على الجانب التطبيقي، دونك كاينين فرص اللي كثيره باش دير ستاجات في شركات ادويه اللي عالميه وحتى في المستشفيات. من بعد التخرج تقدر تخدم في المستشفيات او صيدلي في الصيدليات، وتقدر تكون باحث في المجال العلمي او مندوب طبي كيمثل شركه الادويه وكيتواصل مع الاطباء. وينجو ميديكال يونيفرسيتي من بين احسن الجامعات الطبيه للطلبه اللي كيحلموا يقراو اي تخصص طبي في الصيف، غادي تقرا فيها الفارماسي بمستوى اللي عالي وبمنحه مازال. هنا فين كيسالي الفيديو ديالنا ديال اليوم على الصيدله. الا كان عندك اي تخصص مهتم به خليه لنا في كومونتير باش ندوي عليه في الفيديو الجاي. سلامه.